السلام عليكم، ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح الورد والياسمين على احلى متابعين، حسب بقى الصباح او المساء اللي هتشوفوني فيه. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض حاجه سهله وبسيطه جدا، من شويه دقيق وميه، وهنعمل مع بعض احلى ميني بيتزا. وبقل من كيلو دقيق هنعمل مع بعض كميه حلوه جدا ومش مكلفه. واقول لك ازاي تظبطي العجينه بتاعتك، وازاي تخبزيها في فرن البوتاجاز عشان تطلع معاكي جوسي وطريه بالطريقه ديت. شايفين الجبنه كمان ما شاء الله بتمط عليها ازاي، وطريه جدا. يلا بينا بقى يا حلوين، نعمل لايك ونسمي الله ونصلي على الرسول. شوف هنعمل ايه النهارده في الفيديو بتاعنا. اول حاجه معانا هنا الطبق اللي احنا هنعجن فيه. هننزل كده الاول بالمقادير السائله بتاعتنا. انا معايا هنا كوبايتين من الميه. هنزل اول بكوبايه ونص من الميه، واخلي نص كوبايه التانية هلم بيها العجينه بتاعتي. معايا هنا بقى معلقتين من السكر، ومعلقه كبيره من الخميره، ومعلقتين من اللبن البودر. وكمان معايا هنا ربع كوبايه من زيت الزيتون. لو ما عندكيش بقى زيت زيتون، حطي زيت عادي المتاح عندك حطيه. هبدأ بقى هنا اقلب المكونات كلها كده مع بعضها لحد ما السكر كده واللبن البودر والخميره يدوبوا في الميه بتاعتنا، والميه بتاعتك كده تكون دافيه. بعد كده بقى هركنها كده على جنب لما اجهز الدقيق بتاعنا. انا هنا معايا دقيق الكوثر. طبعا نوع الدقيق ده كويس. انت بقى اي نوع عندك دقيق حطيه. في انواع كتيره، في الصفا وفي الكوثر والضحى كمان. وفي ايه تاني والله مش فاكره، بس في انواع كتيره. اول حاجه بقى انا هحتاج هنا 6 كوبايات من الدقيق. هعاير كده اول كوبايه وتكون ممسوحه بالشكل ده، وهنخلها الاول كده كويس جدا. لازم تنخلي الدقيق بتاعك علشان زي ما قلتلك لو في اي حاجه الواحد برضك ماهوش ضامن. هبدا هنا بقى اعاير كمان 5 كوبايات، وزي ما قلتلك الكوبايه تكون ممسوحه علشان دي مقادير ولازم تكون مظبوطه. دي كده اعتبر تالت كوبايه، وده رابع كوبايه، ودي بقى كده الخامسه، وهنا بقى سادس كوبايه. يعني اللي فضل معانا كده حوالي نص كوبايه، يعني كيلو الا نص كوبايه. هنخلها بقى كده كويس بالشكل ده. وبعد كده بقى هنزل بالدقيق بتاعي على المكونات بتاعتنا، وهبدأ بقى كده اعجن فيها كويس جدا. انا بلم كده الاول المكونات كده بالدقيق. هنا بقى معايا كده زعتر سوري. الزعتر ده اصلا كان جايلي من الخارج، لو ما عندكيش حط بقى زعتر عادي. انا ما حطيتش ذره ملح ليه؟ علشان الزعتر اصلا فيه ذره من الملح. انت بقى حطي ذره من الملح لو ما عندكيش الزعتر ده. وابدا بقى نص كوبايه الميه التانية اللي قلتلك عليها هلم بيها العجينه بالشكل ده. وطبعا زي ما العجينه كده تحتاج معايا، انت عارفين ان الدقيق بيبقى انواع، في دقيق بيشرب ميه ودقيق ما بيشربش. هبدا الم العجينه كده بنص الكوبايه، وهشوف اذا كانت هي تحتاج معانا ميه تانية ولا لا. انا ما عدتش بقى احط ميه وهعجن فيها كويس جدا لحد ما تلم مع بعضها بالشكل ده. شايفين العجينه طريه جدا ومحتاجتش معانا ميه ولا حاجه. واخدها بقى كده على الرخامه بتاعتي، وابدا بقى اخدم فيها كده كويس جدا. لازم تخدمي في العجينه عشان يبقى ليها عرق، وكمان انا عايزاها كده يابسه، يعني العجينه تبقى طريه معانا. شايفين العجينه ما شاء الله عامله ازاي، طريه جدا. هسيبها بقى كده شويه لما تخمر، واحط عليها كده يعني شويه من الزيت، واغطيها بقى كويس واسيبها بقى براحتها لما تخمر. هنا بقى والعجينه بتخمر معايا،
هبدأ بقى كده اجهز الصلصة بتاعتي. معايا هنا فصين من الثوم مفرومين، هحطهم كده في الطاسة وهدوهم كده تشويحة. انا مش هسيبها كده لما تتحمر، يا دوبك تدبل بس. وبعد كده بقى هنزل عليها بالطماطم بتاعتي زي ما انت شايفه كده. هنا بقى هنزل بالطماطم بتاعتي. الطماطم ده اصلا كنت مسبكاها قبل كده وحطاها كده في الفريزر، طلعت يا دوبك كيس وسبته لما يفك. وزي ما قلت لك الثوم محمرتوش قوي عشان عايزه النكهه بتاعته تبقى ظاهره كده في الصلصه بتاعتي. هنا بقى معايا زعتر هنا سوري، زي ما قلت لك الزعتر ده اصلا كان جايلي من خارج، ما شاء الله عليه كده سمسم وخلطه كده جميله، وكمان عليها كمان ملح. لو ما عندكيش بقى حط زعتر عادي، الزعتر بتبقى جميله جدا في الصلصه بتاعه البيتزا بتاعتنا. وهظبط بقى كده الملح بتاعي، وهحط معلقه كده من الفلفل الاسمر، معلقه صغيره، ومعلقه برضك من البهارات المشكله. دي بقى كل البهارات اللي انا هحطها. وكمان معايا هنا معلقه من السكر، وهسيبها بقى لما تنشف معانا خالص. وبعد كده بقى هطفي عليها. هنا بقى العجينه بتاعتنا كانت خمرت خالص كده، يعني سبتها كده حوالي ساعه او ساعه ونص. انت عارفين بقى في الجو البرد ده العجين فين وفين عما بيخمر. هبدأ بقى هنا كده اهبط شويه الخمر بتاعها، واخد بقى هنا كده القطعه اللي انا محتاجاها. هي مالها الشاشه كده مهدت قوي. ايوه كده اتعدلت. انا هقرصها كده على قد التقريصه اللي انا عايزاها، وعلى قد برضك الحجم اللي انا محتاجاه. انا محتاجه الحجم كده يبقى وسط، مش عايزاها لا كبيره ولا صغيره قوي. فبالنظر كده حسب ما انت عايزه القطعه معاكي قرصي التقريصه بتاعتك. يعني انا باخدها كده بالنظر وبخليها كده كلها قد بعضها. بعد ما قرصت كده العجينه كلها، هجيب بقى هنا الصينيه اللي هحط فيها البيتزا بتاعتي، وادي هنا كده مسحه زيت بس تكون خفيفه علشان الزيت ما ينشفش معاكي البيتزا بتاعتك. وابدا بقى كده ارص العجين بتاعي كده في الصينيه بالشكل ده، على حسب بقى الصينيه بتاعتي ما تاخد. ممكن بقى تفردي العجينه كلها كده مره واحده، واي قطاعه عندك قطعي بيها. يعني الطريقه دي حلوه والطريقه دي برضك حلوه وسهله جدا. بتاخدي التقريصه زي ما انت عايزه كده وتقرصيها كويس وتسيبيها كده في الصينيه، وتبططيها برضك في الصينيه عشان الخمر بتاعها ما يروحش منك. بالشكل ده بظبط كده التقريصه واحطها بقى كده في الصينيه عشان تبقى متساويه معانا. هنا بقى هبططها كده وهي في الصينيه، هضغط كده بقى عليها كده من النص. هنا بقى بقرب الكاميرا عشان تشوفوا كويس، بضغط بس عليها كده من النص، ما باجيش عند الطرف خالص نهائي عشان عايزه الاقي كده حافيه من طرفي، عشان لما اجي احط كده الحشو بتاعي تكون لها حافيه. شايفين من النص كده، وبضغط ومباجيش عند الطرف خالص، بعمل لها كده حافيه، بسويها بس كده واظبطها في قلب الصينيه عشان تبقى بس متساويه كده مع بعضها. وحاولي كده ما ترقيش النص قوي عشان ما تنشفش منك في الفرن وتبقى رفيعه معاكي. يعني سويها كده من النص بس، والطرافي سباها كده زي ما هي. شايفين؟ بعد كده بقى بالشوكه بتاعتي كده واغرس فيها كويس جدا علشان ما تقبش معايا في الفرن كلها كده. هنا بقى معايا الحشوه بتاعتي بسيطه جدا. معايا هنا جبنه موزاريلا، ومعايا جبنه برضك ميكس، ودي الصلصه اللي عملتها معاكم، ومعايا زيتون اخضر على اسود، ومعايا هنا فلفل الوان.
هبدأ بقى هنا اجيب الصلصة بتاعتي واحطها كده على البيتزا بتاعتي في الاول كده بالشكل ده، هغطيها كده كويس جدا. وبعد ما حطيت كده الصلصة بتاعتي دي بقى جبنة ميكس، احط كده من شوية كده من الجبن عليها. طبعا انت عندك اي حشوة حطيها، اي حشوة حباها حطيها، بس دي بقى الحشوة المتاحة عندي. وكمان عايزين نوفر عشان دي بيتزا موفرة، يعني هنحط فيها لا لحوم ولا فراخ ولا اي حاجة خالص. هي عبارة عن الجبن والصلصة بتاعتنا والزيتون والفلفل، مش اكتر ولا اقل، وبتبقى طعمها جميل جدا وتحفة. يعني مش شرط بقى نحط فيها لحوم وفراخ، انت عارفين بقى الحاجة غالية جدا واحنا كمان عايزين نوفر. هتقولي لي بقى انت عاملة التقطيعة كبيرة كده ليه؟ هقول لكم انا بحبها كده وسط. طبعا انت عايزة تصغريها هتعمل معاكي كميات اكبر من كده بكتير. انا هنا عاملة معايا 22 واحدة من كمية الدقيق اللي انا عاملاها، انما طبعا لو صغرتيها هتفرد معاكي كتير جدا وهتعمل معاكي برضو كمية كتيرة، بس انا حابة اعملها كده وسط، يعني اللي ياخد واحدة كده ياكلها ويشبع. هنا بقى بعد ما كده رصيت الجبن، هبدأ بقى كده ارص الفلفل بتاعي الالوان بالشكل ده، وكمان هرص الزيتون بتاعي، ده زيتون بقى مشكل كده اسود على اخضر. هنا بقى انا خلصت الكمية بتاعتي كلها وسبتها كده تخمر حوالي 10 دقايق. وطبعا بنكون هنا مولعة الفرن بتاعي وسبته لما حمى خالص، وحطيت الصينية كده على الشبكة اللي في النص، وشلت كده الصاج من تحت، وولعت الفرن كده على الاخر، ولعته من فوق ومن تحت. شايفين البيتزا بقت تنشف معانا وتاخد لون اهيت. انا طبعا حشت الصاجة من تحت علشان ما تطولش معايا في قلب الفرن، علشان هي صغيرة لو سبتيها تطول هتنشف منك. هنا بقى بعد ما طلعت من الفرن شايفين شكلها عامل ازاي؟ واو يا جمال يا جماله، شايفين؟ تحفة بجد يعني، ولا اجدع فطاطري. اول ما تطلع معاكي بتغطيها كده بفوطة حوالي 5 دقايق، وبعد كده بتشيليها لما تبرد كده وتهدى. حبايبي شايفين شكل البيتزا عامل ازاي؟ ودي الكمية اللي طلعت معانا، وزي ما قلتلك كده هي طلعت 22 واحدة من ديت. لو صغرتيها عن كده هتطلع معاكي كمية كبيرة. شايفين الطراوة بتاعتها عاملة ازاي؟ والأرضية كمان ما شاء الله طرية جدا، بجد حاجة كده تحفة. على فكرة دي كانت سخنة ولسه طالعة من الفرن، عشان كده مش عارفة امسكها، حابة بس اوريكي وهي طالعة عاملة ازاي. شايفين الجبنة بتمط ازاي؟ يا سيدي ما شاء الله. شايفين الجبنة وطراوتها، وشايفين المطة بتاعتها، بجد حاجة كده جميلة جدا وسهلة كده، وما خدش مننا اي وقت نهائي. يعني بشوية كده دقيق ومية هتعملي احلى ميني بيتزا، وهتعملي كمان كمية محترمة زي ما انا عملتها كده بالظبط. انا قطعتها كده معاكي كام جزء علشان تشوفي الجبنة بتاعتها ومطتها. هنا بقى كمان بعد ما بردت خالص نهائي حبيت بقى كده اقطع معاكم واحدة علشان تشوفوا العجينة من جوه عاملة ازاي، واديه العجينة طرية وهشة جدا، برغم ان هي مش محطوط فيها لبن ولا حاجة، بس مع ذلك طرية. والجبنة شايفين لسه بتمط ازاي؟ على فكرة هي كانت بردت هنا خالص. شايفين؟ يا سيدي يا سيدي، والله معلمة بجد تحفة. مش بقى عشان اللي عاملاها بشكر فيها، لا بجد جميلة جدا. لو عجبك بقى فيديو النهاردة واستفدت منه شجعيني كده بقى اللايك واشتراك في القناة وشير الفيديو ده عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. سلام.